السلام عليكم. لو انت اتعلمت ال HTML وال CSS والجافا سكريبت يبقى الفيديو ده ليك، لان النهارده هنبدأ سلسلة مهمة قوي في عالم البرمجة، وزي ما مكتوب في رابط الفيديو ان السلسلة هتكون عن مكتبة البوتستراب. ولكن في البداية كده لو انت ما تعرفنيش فانا اسلام غزالي، بقدم محتوى عن البرمجة والتكنولوجيا بشكل عام، والنهارده هنبدأ سلسلة خفيفة ظريفة مع بعضينا، وان شاء الله تكون بداية خير مع بعض. وسيبك من ده كله وتعالى النهارده نعرف ايه هو البوتستراب. في البداية كده البوتستراب ده فريم ورك مفتوح المصدر، وحرفيا البوتستراب ده هيسهل عليك حاجات كتير قوي في البرمجة. يعني هديك مثال صغير عشان تفهم. لو انت قررت تعمل موقع باستخدام ال HTML وال CSS والجافا سكريبت، اول حاجه هتعملها هتكتب الكود في ال HTML، بعد كده تروح تنسقه في CSS، بعد كده تروح تديله تنسيقات برضو في الجافا سكريبت. حرفيا الموضوع هياخد وقت كتير قوي منك. ده مش كده بس، ده كمان هتفضل تكرر اكواد كتير قوي. ولكن مكتبه البوتستراب وفرت عليك كل ده، وبالتحديدا في ال CSS. يعني دلوقتي بدل ما انا كنت بكتب اكواد كتير قوي في ال CSS عشان اعمل تنسيق معين، هو بكود واحد بس تقدر تعمل كل ده. بمعنى اوضح، البوتستراب ده بيلخص ليك كود ال CSS. يعني بدل ما تكتب اكواد كتير، هو مجرد كلمه واحده او كلاس واحد بس بيريح الدنيا معاك، وهتفهم ده لما نطبق عنه. وخلينا افهمك جزئيه مهمه، البوتستراب مبني على الكلاس. يعني انا دلوقتي لو دخلت على ملف بوتستراب نفسه وجيت قلبت في ملف ال CSS، حرفيا هلاقي اكواد كتير قوي مكتوبه وجاهزه. انت كل اللي احنا بنعمله اما ناخد الاكواد الجاهزه دي وبنحفظها وبناخدها كوبي بيست. بس طبعا بنفهم ازاي الكود جه وليه استخدمنا ده، وكل الكلام ده هنعرفه مع بعضينا داخل السلسله. يعني حرفيا هتكون سلسله ممتعه جدا. وهحاول كمان اخلي الفيديوز تكون مدتها قصيره بحيث ان انت ما تملش، وفي نفس الوقت تاخد معلومه كويسه. وما تنساش قلنا البوتستراب مبنية على الكلاس، وحرفيا البوتستراب هتسهل عليك حاجات كتير قوي. فكل اللي مطلوب منك دلوقتي عشان تبدأ معانا السلسلة دي تكون عارف خلفية عن ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. لازم وضروري تكون واخد خلفية عليهم حتى، لان صدقني لو انت مش واخد خلفية مش هتفهم انت بتعمل ايه بالظبط. وصحيح كمان في السلسله دي هتكون مميزه، لان باذن الله بعد كل فيديوز هيكون في تاسك معين، والتاسك ده هتبعتهولي على القناه عندي على الفيسبوك او حتى الانستجرام، وابدا اقول لك التطبيق العملي ده صح ولا غلط. وبكده نكون عرفنا ايه هو البوتستراب. فما تنساش تعمل لايك ومتابعه عشان يوصلك كل جديد. وخليني اقول لك في النهايه، دعمك ده صدقني بيشجعني ان انا انزل يوميا، بدل ما فيديوهين في الاسبوع هيبقى كل يوم. فعشان كده شجعني ان انا استمر على ده باللايك والشير بتاعك انت. وخليني اقول لك في النهايه، صلى على النبي.